الكلمة دي ممكن تزعل ناس كتير جدا جدا جدا، بس هي الجامعة لوحدها مش كفاية، لأن أنت في حاجة هتتعلمها من بره الجامعة، دي هي الأساس في الشغل، وهي دي اللي هتخلي عليك طلب في سوق العمل عموما. يعني بمعنى صح، أنت لو ما استغلتش كل دقيقة في فترة الجامعة أو استغلت فترة الجامعة على قد ما تقدر، أنت لما تتخرج مش هتلاقي شغل. لأن أصلا في ناس بتتخرج بيبقى عندها معاها خبرة أصلا، فأنت تخيل أنت تطلع ولا واخد كورسات ولا نازل تدريبات ولا واخد أي حاجة في حياتك، انا طالع كده اهو بمنهج الجامعه، تكتشف في الاخر ان اللي انت درسته في الجامعه حاجه، واللي انت رايح تشتغل عليه في الواقع حاجه تانية خالص. ايه ده؟ فانا في الفيديو ده هقول لك اهم الكورسات فتره الجامعه، سواء انت طالب في سنه اولى لحد سنه رابعه، حتى لو انت خريج ممكن تبدا بقى تاخد الحاجات دي، بما انك انت اخرتها فانت لازم تبدا تاخدها دلوقتي. لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وهنزل فيديوهات كتير عن مجالات الايلتس والتوفل، بعض الشهادات المهنية، حاجات طريق الانجليش، لو انت هتذاكر الالماني برضو هنعمل حاجات كتير اوي الفترة الجاية. بس ما تنساش لايك وسبسكرايب، واتوقع من احسن الحاجات اللي هتظبط لك وقتك وهتخليك تزود الانتاجية بتاعتك بالذات في الاجازة دي، كورس نوشن. بالظبط هو 45 دقيقة أو 50 دقيقة، بس حقيقي هيفرق معاك في تنظيم وقتك جدا، هينقلك نقلة تانية جدا، هيخليك تنظم كورساتك، هتحط اللينكات كلها في نفس الحتة وهتحط الورق معاه في نفس المكان. فهي مش مجرد تنظيم وقت، هي بتنظم لك حياتك عموما. فحاول تشوف الفيديو دلوقتي، هو موجود متاح عندي على اليوتيوب، فركز معايا لحد الآخر. آخر نقطة ممكن تغير حياتك بالكامل. اول واهم حاجه حرفيا الانجليش، لازم تظبط الانجليش بالذات بالذات بزنس انجليش. ده مهم جدا، عشان ده بيهتم بالانجليزي في سوق العمل واهم المصطلحات والكلام والجمل اللي بتتقال في سوق العمل، سواء انت سافرت بره الحاجه دي هتبقى مهمه جدا، وسواء لو انت شغال في مصر الحاجه دي هتعلي منك قيمتك جدا في سوق العمل. ثانيا الجرامر، الجرامر مهم جدا. انت في ناس ما بتهتمش بالجرامر، بالنسبه لها الجرامر تقول لك ايه يعني ده جرامر وخلاص، انا هحتاجه ايه في سوق العمل، هعمل بيه ايه؟ فكر ان انت مثلا لو حبيت تعمل امتحان تحديد مستوى، حبيت ان انت مثلا ان انت عايز تاخد مثلا الايلتس توفل، انت كل حد دي لازم يكون جرامر مظبوط عندك. انت في التست مش هتيجي تقول لهم انا ظابط انا نطق تمام، جرامر مش مهم، ومش في جمل انت هتغلط فيها كتير قوي في الكلام، فلازم نظبط النقطه بتاعه الجرامر حسيت كتير، وان انت تظبط النطق عندك، فالحاجه دي حرفيا مهمه جدا. وانا بينزل عندي على الانستجرام بعض الفيديوهات اللي هي خاصه ببزنس انجلش، وبعض التدريبات لو انت حابب تكون موجود يعني، فلينك الانستجرام موجود في الديسكريبشن، او ممكن تلاقيه في البايو بتاع الشانل، ففولو دلوقتي. طب تعالى ايه هي تاني حاجه، وحاجه ملحوظه مهمه جدا جدا جدا. لو انت فكرت ان انت تسافر بره او ان انت تشتغل في شركه محترمه، فانت بنسبه كبيره ان انت هتحتاج تعمل امتحان الايلتس او التوفل، فلازم يكون الانجليش عندك كله تمام عشان السكور بتاعك هيظهر في الامتحان، فلازم تهتم بالنقطه البوينت دي. حتى لو انت فكرت انت تشتغل في فريلانس مع ناس اجانب، فالموضوع هيكون حلو جدا يعني. طب لو انا حابب ان ابدا ادرس انجليش، فانا اعمل ايه دلوقتي؟ عندك اساسا من اهم الحاجات اللي عندنا يوتيوب مثلا. اليوتيوب حاجه بسيطه ومش محتاج تدفع فلوس اساسا، انت مش لازم تدفع فلوس، انت كل بس انت حتى تحديد مستوى وفي مجاني اساسا، كنا اتكلمنا عنه قبل كده، وان انت في عندك يوتيوب، كورسيرا، يودمي، في منصات كتير مجانيه، فانت مش محتاج تدفع فلوس على فكره. واليوتيوب يعني حرفيا انا شايف ان هو كافي، و لان في فيديوهات كتير انجلش، انت لازم محتاج تسمع انجلش كتير زي بودكاست، محتاج تسمع فيديوهات ناس بتتكلم مثلا ديالوج عاملين كونفرسيشن مع بعض. فتعالى نتكلم بقى دلوقتي في تاني ومن اهم اللي برضه لحد جدا اللي انت ما ينفعش تتخرج من غيرها، الكورسات الخاصة بالكمبيوتر زي MOS. ايه MOS؟ مايكروسوفت اوفيس سبيشالست. الكورس ده مهم جدا، ما ينفعش انت تتخرج وانت ما عندكش درايه بيه. يا ترى هندرس ايه في الكورس ده بقى؟ الكورس ده عندنا كذا حاجه. اول حاجه واهم حاجه الاكسل.
الاكسل لازم لا ما ينفعش انت تتخرج من غير ما تعرفه. بالذات للمحاسبين لازم، دي حاجه اساسيه، وحتى الكمالات الكليات التانية برضو مهم. باوربوينت دي زي اداه عرض، انت بتعرض مثلا لو انت بتعمل مثلا برزنتيشن، موضوع مهم. اوتلوك ده زي برنامج ايميلات اللي بيبعتوا فيه ايميلات على الشغل. وبرنامج الوورد، الوورد ده احنا بنكتب عليه مثلا، حد بيكتب كتاب او حد بيكتب بيجهز جدول او بيجهز حاجه، فهو بيكون عن طريق الوورد. فالاربع حاجات دول مهمين. طب انا اروح اخد الكورس ده منين؟ هل ان انا اروح اخد مثلا ادفع فيه فلوس؟ ممكن، لو انت حابب ان انت مثلا الكورس يكون عملي، وان انت تكون حد قاعد معاك دايما وبتاع وانت بتاخد الكورس، فانت ماشي خد كده. لكن لو انت مهتم ان انت ممكن تقدر ان انت تتعلمه اونلاين، في موجود اونلاين على اليوتيوب مثلا. فانت لو هتقدر تتعامل من على اليوتيوب والاونلاين والجو ده، ارشحها لك جدا ان انت تتعامل من كده، وان انت تبدا تطبق مع نفسك في البيت، سواء انت عندك كمبيوتر او لاب. لو الموضوع معجز معاك وانت مفيش كده، فتضطر ان انت تاخد كورس بره عشان حاجه تطبق عليها. طب بالنسبه لتالت حاجه مهم جدا برضو، كورسات. كورسات تطوير في نفسك انت، استثمار في نفسك انت. طب من اهم الكورسات دي ايه؟ كوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل. الحاجة دي بتنمي فيها حاجات كتير جدا. مهارات والسكيلز اللي بتتم معاملة دي هتنفعك جدا في الانترفيو، لان هما بيحاولوا يختبروك في النقط دي. فالنقط دي مهمة جدا 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 يعني. طب مثلا كورسات زي ايه تاني؟ مثلا ان هي مثلا ممكن تطور من نفسي انا. كورسات مثلا في التايم مانجمنت، اداره الوقت، ان انت تعرف تدير وقتك كويس ازاي. الوقت ما يسرقكش، ما تطولش في حاجه ملهاش لازمه، ما تديش حاجه اهتمام اكتر من الزياده عن اللازم. مثلا تهتم مثلا ب critical thinking، تفكير نقدي. تيم ووركينج، تيم ووركينج ده مهم جدا. لان انت بالنسبه كبيره في الشركه ما ينفعش انت تكون مع نفسك، احنا تيم، والتيم كل واحد بيخدم فيه على التاني، احنا مش ضد بعض، احنا كلنا مع بعض. وان الشركة لما الشركة تعلى او الشغل يظبط او في ارباح تزيد، ده مصلحة لينا كلنا. احنا فده مش انا مش ده مش الاقسام تبدا يعني قسم مثلا بتاع مثلا التسويق يبدا يوقع في قسم السيلز، كلهم يبداوا يوقعوا في بعض منافسه عشان يقول احنا التوب، التانيين دول هم المشكله عندهم. احنا مش بنوقع بعض، احنا لازم في تيم ووركينج، احنا مصلحتنا كلنا سوا، احنا لازم بنساعد بعض، احنا مش ضد بعض. النقطه دي مهمه جدا. عشان وعلى فكره ملحوظه، الكورسات دي هتفيدك في الحاجات العمليه انت اكتر من هي هتفيدك في شغلك، هي مش هتفيدك في شغلك بس. والكورسات دي ببلاش على فكره، موجوده على الكورسيرا عادي، فانت مش هتدفع فلوس خالص عليها، فالموضوع ابسط ما يمكن. طب ايه كورسات تانية مهمه احنا ممكن ناخدها؟ تعالى يلا. كل واحد لازم ياخد كورسات في مجاله. يعني انت مثلا لو انت مثلا في مجال الاي تي، فانت عندك مثلا ويب ديفلوبمنت، بايثون، جافا سكريبت، وعندك رابع حاجه واهم حاجات سايبر سيكيورتي. سايبر سيكيورتي مهم جدا. الاربع حاجات دول مهمين لطلبه الاي تي. طب مثلا لو انا في هندسه او في تجاره هيكون ايه؟ لو انت في هندسه فهيكون عندك كورسات زي سوليد ووركرز، بروجكت مانجمنت، ريفت. دول حد مهمة جدا للهندسة. طب تعالى بقى لو انت طالب بقى بيزنس، لو انت في محاسبة فانت هيكون عندك لازم الاكسل ادفانسد. انت لو انت خدت المو اس فانت حرفيا هتبقى زي الفل. لو مبادئ المحاسبة انك تعرف الاكاونتنج برنسبلز مهم جدا برضو. لو ايه كمان، الديجيتال ماركتنج. الديجيتال ماركتنج فمهم جدا. التسويق الرقمي حرفيا هيساعدك كتير. وانت لو خدت على فكره كورس سيلز، ده هيساعدك برضو وهيزود لك دخلك عموما، هيفتح لك فرص ثانيه. فكورس السيلز والديجيتال ماركتنج دي حاجه جانبيه بس مهمه جدا، هتفيدك وممكن تزود لك دخلك عموما. لو انت بقى مهتم ان انت تشتغل في العمل الحر وتدخل مجال الفريلانسنج، فانت محتاج تاخد كورس بقى فريلانس 101، او تاخد مقدمة عن الفريلانس. ومن اهم البرامج اللي انت هتساعدك لو انت عايز تشتغل في الفريلانس هيكون فايفر وورك اب، دول من اهم الحاجات. ولو انت بقى مستني الوظيفة مثلا او عايز تشتغل في بنك كلها، لازم تهتم بلينكد ان. كورس لينكد ان متاح عندي نزل على اليوتيوب،
لازم تخش تشوفه. لينكد ان مفيش استغناء عنه عموما لو انت عايز تشتغل في اي وظيفه. آه حاجه اساسيه. ناس كتير بدات تتوظف في 2025 عن طريق لينكد ان اساسا. ف بقت حتى تقليديه قوي الحاجات القديمه دي، فانت لازم تظبط لينكد ان. طب لو انا عايز اشتغل في مثلا في فتره الجامعه عندي سايد هاستل، هو ده اعمل سيرش عنه. ده لو انت عايز تشتغل في وانت لسه قاعد في فتره الجامعه. طب تعالى بقى الزتونه، الخلاصه انا هعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه تحدد المجال اللي انت عايز تبدا فيه. انت عايز تشتغل في ايه؟ هل مثلا انا مهتم مثلا بمجال السيلز، هل مهتم بالديجيتال ماركتنج، هل مهتم عايز اشتغل محاسب، عايز اشتغل مراجع، عايز اشتغل ايه بالظبط؟ لازم تحدد اول حاجه دي. ثانيا كورس نوشن بنصح بيه جدا، منظم لك وقتك. وانزل عندي 45 دقيقة ولا 50 دقيقة هتلاقي نفسك ظبطت. هيساعدك تنظم وقتك أو تنظم حياتك حرفيا، هيفرق جدا أوي معاك. مش هيخليك تضيع وقتك زي ما انت بتعمل دلوقتي، هيفرق معاك جدا. ثانيا كورس لينكد ان ده مهم جدا لو انت عايز مهتم بالتدريبات والوظائف، هيساعدك كتير أوي. طب ايه كمان؟ وهتلاقي حاجات كتير تساعدك بعد ما تحدد المجال اللي عندك مجال كورسيرا، وعندك مثلا اليوتيوب مثلا أبسط ما يمكن خالص. في ناس كتير بتنزل فيديوهات حلوة حرفيا مجانية، فانت مش محتاج تدفع فلوس. طب احنا في نهاية الفيديو انا عايز اقول لك حاجة مهمة. احنا هننزل كل اسبوع مجالات عن كورسات وكتب وحاجات هتساعدك في حياتك. آه، مثلا تدريبات، هننزل تدريبات بتنزل على الانستجرام، وبعض الشورتس بتنزل على الانستجرام برضو، في حاجات كتير بتنزل هناك. فما تنساش تعمل فولو مع الانستجرام. ثانيا فانت لو عايز تتابع تبني مستقبلك وعايز نكون معاك، لايك وسبسكرايب وكومنت بالحاجات اللي انتم محتاجينها، الحاجات اللي انتم بتدوروا عليها مش لاقيينها، حاجات هتساعدكم فعلا. وانا هحاول اعمل الحاجات دي. فما تبخلش بكومنت على نفسك ان انت تقول لي مشكلتك او الحاجه اللي انت بتدور عليها، وانا هنعمل فيديو عنها. ممكن نجاوب كل الكومنتات دي كلها مثلا في فيديو. فاشوفكم على خير وسلام.